ازاي قدرت اغير بيئة الفيديو بالكامل مجانا باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، معكم طارق جهاد، وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو النهاردة جاي اكلمك عن نموذج عامل قلبان حرفيا في مجال الفيديو بالذكاء الاصطناعي. تخيل انك تقدر تغير بيئة الفيديو بالكامل، الجو بقى مطرة، حر، رعد، برق، صيف وشتاء، ليل وصبح، زي ما انت عايز. وللأسف الكلام ده كله تقدر تستمتع بيه في النموذج لكن في النسخة المدفوعة. وعشان تقدر تستخدم المزايا دي بشكل مجاني انا جيت لك النهارده بموقع سحري هيديك تجربه مجانيه لرانوي الفا من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف. هيدخلك على رابط التدوينه الخاصه بموضوعنا النهارده. كل اللي عليك يا صديقي هتنزل بس لاخر التدوينه، وزي ما اتكلمنا كده في اول الشرح هتلاقي الرابط مباشر يوجهك لموقع تستخدم منه الاداه بشكل مجاني. بمجرد ما بتضغط على زياره الموقع هيوجهك مباشره للواجهه اللي انت شايفها دي، واجهه تسجيل الدخول للموقع. الموقع طريقه استخدامه بسيطه وفيه نماذج جاهزه جامده جدا تقدر تستفيد بيها، سواء انت بتعمل منتجات وبتعرضها، سواء انت بتعمل فيديوهات احترافيه، هتلاقي عندك فلاتر جاهزه جامده جدا. طبعا الموقع بيديك حدود للاستخدام المجاني، علشان تقدر تستخدم الموقع اكتر من مره هتحتاج ان انت تسجل باكتر من حساب. طبعا دلوقتي هنبدا نضغط على كرييت نيو فايل علشان يبدا يوجهنا لبيئه العمل الخاصه بينا. طبعا احنا في الخطوه دي هنضغط هنا اسكيب، وهنبدأ ندخل دلوقتي على خانة البحث لو احنا عايزين نبحث عن حاجة معينة من ادوات الموقع. الموقع شغال عن طريقة السحب والافلات بشكل مكعبات، يعني اكنك بتجمع بازل. اول حاجة طبعا احنا عايزينها هندخلها هنا المدخلات، هندخل برومبت. طبعا هنكتب البرومبت في الخانة دي. وطبعا عايزين طبعا نرفع الفيديو اللي احنا عايزين نحول البيئة بتاعته، فهناخد كمان خانة import. فكده بقى عندنا خانتين import وبرومبت. هنبدأ دلوقتي ندخل نجيب نموذج رانوي الفا علشان نبدأ ان احنا نديله المدخلات دي. هندخل هنا على الايقونة اللي انت شايفها بالشكل ده فيديو موديلز، وهنبدأ ندور على رانوي الفا. زي ما انت شايف كده هتلاقي مكتوب فوقيها كده نيو، لسه جديدة. نبدأ نشدها بالشكل ده ونحطها هنا في المكان ده. هتظهر اختيارات على يمين الشاشة. طبعا زي ما انت شايف كده رانوي الفا بياخد كام كريدت؟ بياخد 90. طبعا الفيديو اللي هيخرج ممكن تكون جودته مش قد كده، فهنرجع كده على خانة البحث ونبدأ نبحث عن اب سكيل. هيظهر لنا كل الاختيارات الخاصة بالاب سكيل. طبعا هنختار التو باز فيديو، دي من اجمد الادوات لرفع جودة الفيديو. بعد ما رفعنا كل المكعبات اللي احنا عايزينها هنبدأ دلوقتي نوصل. ازاي؟ طبعا ده برومبت، هنبدأ نوصله بخانة البرومبت في رانوي الفا. دي كمان خانة الامبورت، هنرفع فيديو هنوصلها بخانة الفيديو. زي ما انت شايف كده موقع سهل وطريقة سهلة وبسيطة. طبعا هنا هينتج لنا فيديو هنوصله بخانة الانهانس علشان يبدأ يعمل له اب سكيل ويرفع جودة الفيديو. تمام كده خلصنا كل حاجة. هنبدأ نحط البرومبت، نحط الفيديو بتاعنا، وهنبدأ نضغط على ران موديل. طبعا اول حاجه هنرفع الفيديو، ولحد ما يرفع الفيديو هنبدا دلوقتي ناخد البرومبت بتاعنا نسخ. ولو انت عايز نفس البرومبت اللي انا هستخدمه هسيبهولك كمان في التدوينه تقدر تاخده بكل سهوله. رفعنا كده البرومبت بالشكل اللي انت شايفه ده، وهنا طبعا الفيديوهات بترفع. خلاص كده الفيديو اترفع. انا في الاستوديو بتكلم بشكل عادي، ودلوقتي هنحولها لستايل مختلف جدا. هنضغط كده ران موديل. انا بستخدم الموديل ده لاول مره وبجربه قدام حضراتكم. نضغط ران. ما تقلقش خالص من الرساله دي لو ظهرت لك، هو كده كده شغال بيحول. هو هنا بس بيعرفك زي اشعار ان الكريدت بتاعك مش هيقدر يستحمل انك تحول كمان مره. بعد ما انتهى من انشاء الفيديو هندخل دلوقتي نعمل له بقى ايه ران موديل هنا كده علشان نعمل له اب سكيل قبل ما اوريك النتيجة النهائية. طيب للأسف يا صديقي هو بياخد بس 5 ثواني بحد أقصى يقدر يحولهم زي ما انت شايف كده.
ازاي قدرت اغير بيئة الفيديو بالكامل. طبعا ده عشان فيديو معمول اصلا بالذكاء الاصطناعي، افاتار انا مركب عليه الصوت مش فيديو حقيقي. طبعا لو فيديو حقيقي وتفاصيلك واضحة والفيديو جودته حلوة، النتيجة كمان هتطلع احلى واحلى بكتير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.